ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم ويقويهم. ويلا بينا من غير ما اطول عليك، كوباية الشاي بتاعتك جاهزة؟ يلا نبدأ. انا كنت عايش في القاهرة، شاب عادي جدا، شغال في شركة برمجة، حياتي هادية وروتينية، ساكن في شقة صغيرة في الدقي. لكن كل حاجة اتغيرت في ليلة خسوف أمري. القمر اتحول للون الدم. في الليلة دي شفت كيان غامض، زي ظل بيتحرك بخفة بين عمارات وسط البلد، وكأنه بيراقبني من بعيد. قلت لنفسي أكيد دي هلوسة، بس مع الوقت اكتشفت إن الموضوع أعمق بكتير. الكوابيس بدأت تلاحقني كل ليلة، وبشوف الكيان ده بيقرب مني، كأني روحي بتتسحب شوية شوية. الكوابيس ما بقتش جوه النوم بس، دي بقت بتظهر وأنا صاحي كمان. أبص في المراية ألاقي انعكاسي بيتغير للحظة، عيني تبقى حمرة وضحكة شيطانية مرسومة على وشي. جدتي اللي كانت عايشة معايا في الزمالك لاحظت التغيير عليا. ست كبيرة وحكيمة، مليانة بحكايات زمان وأسرار العيلة. قبل ما صحتها تتدهور وتدخل المستشفى كانت بتردد كل ليلة كلمتين غريبين: الدم للدم والظل للظل. في الأول افتكرت إنها بتهزي من التعب، لكن مع تكرار الكلام حسيت إنه رسالة ليا أنا. بعد ما دخلت المستشفى قررت أدور في أوراقها القديمة. لقيت كشكول أصفر مهتر مكتوب بخط إيدها، في قصص عن عيلة مصرية عاشت زمان في الصعيد. العيلة دي اتهموها إنهم بيتعاملوا مع الجن، ومع كل خسوف قمري دموي واحد من العيلة كان بيختفي فجأة كأن الأرض بلعته. في صفحة معينة لقيت جملة مكتوبة بخط تقيل: اللي يشوف الكيان وقت القمر الدموي يبقى علامة، والكيان ما بيسيبش العلامة غير لما ياخد روحها. افتكرت الليلة اللي شفت فيها الكيان وفهمت إني بقيت العلامة. ما لقيتش حل غير إني أسافر الصعيد وأرجع لأصل العيلة، يمكن ألاقي تفسير. ركبت القطر وأنا شايف أضواء كوبري قصر النيل بتودعني. طول الطريق كنت حاسس إن في عيون بتراقبني حتى بين الركاب. مرة بصيت في إزاز الشباك لقيت انعكاسي بيضحك ضحكة مرعبة وعينيه حمرة. اتجمدت، ولما رمشت الصورة اختفت. وصلت بلدة صغيرة عند سفح جبل في الصعيد. البلدة شكلها قديم وأهلها غامضين، كأنهم عارفين عني حاجة. سألت عن العيلة اللي مكتوبة في الكشكول، بعضهم رفضوا يردوا، والبعض قال لي ارجع يا ابني، في حاجات ما ينفعش تتفتح. لكن شيخ عجوز وافق يقابلني في بيته. قال لي إن الكيان اسمه العايد، بيظهر مع القمر الدموي من أيام طقس دموي قديم اتعمل من مئات السنين. والعائلة الملعونة دي هي عيلتي أنا. العايد بيرجع في كل خسوف علشان يدور على علامة جديدة ويكمل العهد. سألته إزاي أخلص نفسي منه. بص لي وقال مفيش خلاص إلا لو رجعته لمكان ميلاده. قلت له فين؟ قال بصوت متقطع: جوه الجبل، في كهف ما بيبانش غير في ليلة القمر الدموي. رجعت القاهرة، دماغي هتنفجر من التفكير. كل يوم انعكاسي كان بيظهر أوضح، في المرايات، في شوارع وسط البلد. حتى الجيران في الدقي بقوا يقسموا إنهم شايفني داخل وخارج البيت وأنا أصلا ما كنتش موجود. بقيت بخاف أنام وبخاف أبص في المراية. وأخيرا جه اليوم، ليلة القمر الدموي الجديدة. السماء كلها حمرة والجو خانق. الكيان ظهر قدامي وقال بصوت بارد: الوقت خلص يا آدم، مكانك هنا. افتكرت كلام الشيخ، الحل الوحيد الكهف. جريت في شوارع القاهرة، الكلاب بتعوي بشكل هستيري، الهواء بيجرح وشي، وحسيت بحاجة بتسحبني من رجلي. وصلت محطة ميكروباصات قديمة، والناس كانت أول ما تشوفني بص بخوف وتتراجع. ركبت ميكروباص على الصعيد والقمر الدموي فوق راسي زي عين شيطان. عند سفح الجبل شفت نور أحمر طالع من فتحة. دخلت الكهف، لقيت الحيطان مليانة رموز غريبة والهمسات في كل مكان. فجأة لقيت نفسي واقف قدام نسخة تانية مني، نسخة طبق الأصل، نفس الهدوم، نفس الملامح، بس عينيه حمرة وضحكته شيطانية. الكيان قال حان وقت الاختيار، يا أنا يا أنت. الأرض اهتزت تحت رجلي وقلبي هيولع من الخوف. حاولت أقرأ الورقة اللي أداني إياها الشيخ، لكن الحروف كانت بتتشوه. الكيان مد إيده ناحيتي، وكل ما يقرب كنت حاسس إن روحي بتتسحب. آخر حاجة شفتها إني وقعت على الأرض وهو واقف مكاني بيضحك ويخرج من الكهف. ومن اليوم ده مش عارف هل اللي بيحكي القصة دي دلوقتي هو أنا ولا الكيان اللي خد مكاني. وكده نكون خلصنا قصتنا. ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، وتعمل لايك وشير علشان تساعدنا نعمل محتوى أحسن.